مع شيخنا الشيخ إبراهيم ابن مصلح الرشيد اليامي المقدم شؤون الدينية في النعيرية، ومن مشايخنا من تلاميذه نفع الله به النعيرية والمنطقة، وأبوه قبله جعله في الجنة مصلح الرشيد. فاليوم احنا سعيدين، وفي إخواننا تكلموا بالمساجد ومشوا ظروفهم، ونسأل الله ينفع بالجميع. فليتفضل الشيخ مشكورا ماجورا بعد ملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نشكر المشايخ المسؤولين عن مكتب الدعوة بالنعيرية وعلى رأسهم الشيخ آية بن خطاف العجمي، والمشايخ المشاركين في هذه الكلمات في الحملة ضد هذه الآفة الخطيرة التي غزت المجتمع. وفي نفس الوقت نقول نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمر وأن يديمهم للإسلام والمسلمين ذخرا وحصنا منيعا، فإن الله جل وعلا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه. وإن ولاة الأمر عندما حرصوا وشددوا في هذه الحملة ومحاربتها ومكافحتها، فإن من فضل الله ثمار هذه الحملة قد آتت أكلها، وما سيأتي من أكلها الطيب سيظهر للإسلام والمسلمين. بهدى الكتاب هدى فمن لم يرتدع، بهدى الكتاب فبالكتائب يردع. ولاة الأمر جزاهم الله خير، نشهد أنهم ما قصروا، وأنهم بذلوا الغالي والنفيس في سبيل أن يحاط المجتمع من هذه الآفة الخبيثة التي ما دخلت من بيت إلا أفسدته، ولا دخلت من أسرة إلا دمرتها، ولا دخلت من مجتمع إلا وأورثت فيه الشتات. والله جل وعلا يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله جل وعلا جعل ابن آدم، ركب له هذا العقل وأعطاه هذه النعمة، فهو الذي يقود غيره في هذه الأرض. فكيف يأتي إنسان يتعاطى شيئا مشروبا أو مأكولا أو مشموما ويتلف عليه عقله؟ وقد سمعنا في الأمثال التي يقولها كبار السن، يقولون: لا تبكون على من مات ولكن ابكوا على من ضاع عقله. لا تبكون على من مات ولكن ابكوا على من ضاع عقله. هذا مثل، والله جل وعلا قد ضرب الأمثال في القرآن. كذلك أيها الأحبة، المخدرات هي هلاك للعقل، هلاك للجسد، هي تجارة الموت. المخدرات شر من صنعة أعداء الله وأعداء رسوله. وهناك إحصائية أن ثلثي ما يكون في المخدرات وترويجها في العالم تستهدف به بلادنا، بلاد المملكة العربية السعودية. فانظروا إلى عظيم خطر من يروج هذه المخدرات على بلادنا، بلاد الإسلام ومعقل الإيمان ومأرز التوحيد والسنة. لماذا استهدفوا المملكة العربية السعودية بثلثي ما ينتجه العالم من المخدرات؟ لأنهم يعلمون أن هذا البلد هو بلد الإسلام، بلد التوحيد، بلد السنة. راحوا منا ما استطاعوا، راحوا منا أعداء الله ورسوله ما استطاعوا، فأرادوا أن ماذا يستهدفوا شباب هذا المجتمع. لكن ولله الحمد، الناس في وعي، والمجتمع في ثقافة، ويعلمون أن هذا خطر، وبعضهم ولله الحمد قد تاب من هذا الأمر ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكثير منهم متعاون مع رجال المكافحة ورجال الجمارك. وأنا أقول أن رجال مكافحة المخدرات ورجال الجمارك والله وبالله وتالله إنهم من المجاهدين بسبيل الله. كل يوم نسمع إنجازات، أنهم قبضوا على شاحنة، قبضوا على كراتين معبأة، قبضوا على حملة
كادت أن تصل إلى البلاد مليئة بهذه المخدرات. الأضرار الناتجة أيها الأحبة من المخدرات أضرار تفوق الحصر على الصحة الجسدية، وعلى الصحة النفسية، وعلى الصحة العقلية، وعلى المزاج، وعلى الصحة الاجتماعية، وعلى كذلك على الحياة الزوجية. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. من أسباب انتشار المخدرات أيها الأحبة، من أسباب انتشارها الجليس الفاسد. الجليس الفاسد، لأن الجليس الفاسد ما يدلك إلا على الشر ولا يدلك إلا على الخبث. يجب على الإنسان أن يتخير جلساء الطيبين، لأن الجليس اللي يهون المعصية في عينك ويهون غضب الله سبحانه وتعالى في عينك، أو يجعل هذا الأمر كأنه حدث ولم يكن شيء، فهذا من المساعدين ومن المتعاونين على الإثم والعدوان. يجب أن يجرم هذا الأمر، سواء خمر، مخدرات، شبو. الدخان هي بوابة المخدرات، الحشيش هو بوابة الشر. الآن يا أخوان مثل ما ذكر المشايخ، الخمر فترة معينة ويرجع العقل كما كان وأضراره كبيرة. هذه المخدرات إذا ضرب المخ انتهى، يعتبر من عداد المفقودين، بل من عداد المفسدين في الأرض والمجرمين. كم سمعنا من الناس قتلوا آبائهم وأمهاتهم وأخوانهم وأخواتهم، نسأل الله العفو والعافية، أو زوجاتهم، والسبب هو تعاطي هذه المؤثرات العقلية. والمشايخ أفادوا وأجادوا بهذا الأمر، ولله الحمد. شريعتنا واضحة وكاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا نهى أمته عليه. وقد أثنى الله جل وعلا عليه في كتابه الكريم، وذكر ثناؤه عليه حتى في الكتب السابقة بتحريم مثل هذه الأشياء الضارة. قال جل وعلا كما جاء في الآية في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وش صفته هذا النبي اللي ما من خير إلا دلنا عليه؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمخدرات وما دخل في لفها ولفيفها ودخل في تعتبر من الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أن تتبع ما جاء في هذه الآية أنت من المفلحين بإذن الله. ولا نقنط الناس من التوبة النصوح، ولا نقنط الناس من رحمة الله. باب التوبة مفتوح، وقوافل التائبين تغدو إلى الله وتروح. والله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكل شيء له علاج، كل شيء له علاج. المصحات النفسية موجودة، الأماكن التي تعالج هذا الأمر من الدكاترة والاستشاريين والناصحين ولله الحمد فاتحين قنوات وأبوابهم، وفي المستشفيات التي جعلتها الدولة ووزارة الصحة وولاة الأمر وفقهم الله. لذلك ما نقول في هذا المجلس إلا نسأل الله سبحانه وتعالى لكل مبتلى أن يعافينا من هذه البلاء، وأن يكفينا ويكفي بلادنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يجعل كل مروج في قبضة رجال الأمر. آمين. اللهم اجعل كل مروج لهذه المخدرات في قبضة رجال الأمر حتى يأخذ جزاءه الرادع بإذن الله. وهذا ما لدي بهذه الكلمة الطيبة. وأختم أن هذه الآفة التي يروجها أعداء الله ما جاتنا من ناس طيبين، جاتنا من أعداء الله. جاتنا من اليهود والنصارى والرافضة. مثال ذلك حزب اللات. وش يسوي حزب اللات والرافضة في كل مكان عندما ينشرون مثل هذه؟ ليش؟ غزو هذه البلد وتغيير معتقدها وضرب أبنائها وشبابها. لكن والله الحمد نحن لهم المرصاد، شبابنا الصامد وشيبان اللحم الصغير والكبير ضد هذا الأمر، وهم مع ولاة الأمر ومع شعبهم ومع إخوانهم ومجتمعهم ومع أهاليهم ضد هذه الآفة الخطيرة. فنسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يبارك في الجهود ووفق ولاة الأمر، والله أعلم وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله يجمع كلمتنا، وأترك الكلام لفضيلة الشيخ فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة الاجتماع والألفة والمحبة والتقارب والتآلف. هذه نعم امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بها. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بهذه النعمة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. اليوم ولله الحمد نعيش في هذا البلد المبارك في أمن وأمان ومحبة واطمئنان، إقامة للدين في الصلاة وقبل ذلك التوحيد. الحمد لله بلد يقوم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أساس أمن هذه البلاد بعد توفيق الله لهذه البلاد بالقيادة المباركة. أساس الأمن هو التوحيد الذي نعيشه اليوم، لا شرك ولا بدعة ولا إفراط ولا تفريط ولا غلو، وسطية في المناهج ولله الحمد والمنة. لذا الواجب علينا أن نشكر هذه النعمة. ما يعرف قدر هذه النعمة أيها الأخوة حق المعرفة إلا من فقدها أو من عاش في زمن ماضي عندما كان ينزل هذا على هذا ويقتله ويأخذ ما عنده، كان القوي يأكل الضعيف. فأمن الله هذه البلاد بالإمام العادل رحمه الله عبد العزيز بن عبد الرحمن. كان الناس عند الكعبة يصلون 4 جماعات. المالكية لهم إمام يصلون ثم ينصرفون، ثم يصلون الحنابلة بإمام آخر عند الكعبة، ثم يصلون الحنفية، ثم يصلون المالكية. كل مذهب له إمام. ثم وحد المسلمين في خير البقاع خلف إمام واحد، وكفى به منظر للعز والشرف والنصر والتمكين. الواجب علينا أن نشكر هذه النعمة. أمننا من الخوف. لذا الله سبحانه وتعالى في كتاب ماذا قال: لإله قريش إله فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من الجوع، أطعمهم من جوع يعني أطعمك من الجوع وأمنك من الخوف. فأنت الآن تعيش هذه النعمة. يسأل وكل واحد منا نفسه: هل شكر قام بشكر هذه النعمة بفعل طاعة الله وترك معصيته؟ فإن المعاصي سبب لزوال هذه النعم، وأعظم المعاصي وأشرها وأخبثها الشرك بالله. والطاعة لها أثر في الأمن الذي نعيش فيه، والتوحيد سبب لبقاء هذه النعمة التي نعيشها. وعلينا أيها أن نحرص على اجتماع الكلمة وتوحيد الصف والسمع والطاعة لولي أمرنا. فإذا سمعنا وأطعنا لولي الأمر قد ساهمنا في تمكين ما نعيشه من نعم عظيمة، ومن أعظمها نعمة الأمن التي نعيش اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الوجوه مباركة. نسأل سبحانه وتعالى يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه صلاح البلاد ولي عهده الأمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. هذا والله أعلم. الله من حد ذات نعمة.